هيدي هيك وهيدي عشان يقدر يقدر. هلا اذا ما دليت مسكه وكنت كويس هذا سريع وحاولت اتمكن منه خلص. فانت يعني هذه الامور اللي لازم تعرفوها. برضه اذا انت مسكته حاولت انك تنزله بالارض وما قدرت تتمكنت بسرعه ثبته، ممكن هو يعمل حركه معاكسه هو ثبتها. زي ما بيعملوا الجوجيتسو بالجودو، الحركات اللي كلها موجوده. كل الحركات الاساسيات الموجوده بالجوجيتسو بالايكيدو بالمصارعه بكل الفنيات اللي فيها كلوز جرابلينج على الارض كله مسموح. نحن قلنا امبارح قلنا معنى اللي ما مسموح شو هو الحركات الخطره اللي فيها مؤذيه، اللي هي الضغط على الحنجره مثلا. وممكن تعمل حركات فيها ضغط على المفصل، بس ما فيها ممنوع تعمل حركات فيها ضرب على المفصل. حنعمل حركه معينه ازاي انا ممكن ثبته على الوجه. فنقول عم جاب طريقه فايت دخل بوكس والثاني على المعده على البطيء حتى نشرح على البطيء. بوكس ايوه على المعده جاي الثاني. انا شو عملت؟ شوف شو عملت. اسمع عيد برضه عملت دفاع من هون حطيت الايد سحبته ضلت حطيتي خلي سحبته وحطيتي من هون اللي فوق مباشره مسكت الاثنين مع بعض طلعت لفوق بوجه ما ضغط على الحنجره بس هيك استسلم هو واقف من غير ما ينام بالارض. هعمل حركه على البطيء حتى نشوف. انت انت واحد اثنين عملت دفاع انا بسرعه حركه سريعه على تدري فوقا بس سحبته وحطيتي حتى ده اللي مسكه. جيت بايدي من فوق وسبت الاثنين مع بعض ضربته لعندي وطلعت لفوق. خليته يستسلم بدون ما ينام بالارض. بس كل الحركات دي عاوزه سرعه. بس احنا دلوقتي نعملها شوي شوي عشان تتعود عليها. انا ما بدي اشتغل يعني هو كده هذا لم يخزن المعلومات ولا تدري بالضبط. بس ما اول حاجه شو بدناش ما نشاف نظام التمييز. نفس الشيء بدي فيني هذا انا اعلم الحركات حتى علم زي ما تفضلت في هذاك ضرب السايكل الحركه الجانبيه او الاماميه. هلا بدي اعود التلميذ حتى يصير عنده توازن يقدر يحرك اكثر من هيك بدل العكس. ببتدي شوي شوي قبل ما اخليه يوقف اول شيء لوحده خليه يمسك الاثنين مع بعض حط اذا هو عاود تمام شوف رجع يطلع طلع 1 2 1 2 طلع 1 2 رجع 1 2 ثلاث. هلا طلع عليه شوي اذا بضرب ونزلت الركبه صارت صعبه يطلع الثاني. الركبه بتنزل فوق طلع واحد هي الركبه فوق طلع اثنين ثبت خالص يعني طلع عليه شوي. اذا ضربت ونزلت الركبه صار صعب رجع يطلع الثاني. فضروري انك تقدر تعود الركبه فوق طلع اثنين الركبه فوق اهو مثل ما بدي نستخدم بس الركبه تدل بنفس المستوى. هلا بعد ما عود انه يتعود يعملها مع النسب خليه يتعود يعملها استطلاع بدون اوكي طيب اوكي يعني يبتدي يتعود بعد من دون ما يكون ماسك. هذا نحاول نلعب شوي شوي احيانا الحركات اللي نعملها فيها ضغط. شوف فين احنا ممكن نطبقها. انا عم بعمل حركه هو حاول يخلص الحركه نفسها دخل البوكس حاولت اني انا انزله هو عم ينزل وقال روح خلص خلاص زي ما بعيد وطلعت هناك بلا هو عاوز يخلص ماشي. انا فاهم بكتب حركه عكسيه جيبها برضه نفس الشيء يعني حاول يخلص ومر من نص العكس بيرجع بيسحب وزن كان على ظهره بيرجع بيسحب على المعده مثلا بيرجع بيده على البطيء نزل حاولت انك تخلصه راح اوريك لك رجعت بالعكس رجعت سحبته على المعده رجع على العكس عم بيحاول يخلص حاول يجيب عم يطول نص العكس حاول يخلص وجهه يطول نص العكس حتى تخليه يستسلم
في البداية أنا بدي أوجهكم بتحية شكر كبيرة للكابتن تامر طلعت وللجمعية المصرية للفنون الدفاعية. بوجهكم تحية شكر كثير كبيرة، وحقيقة أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وبعمل. وجدت أنه بهذه الجمعية تجمع مجموعة من الشباب ما شاء الله، يعني عنهم شباب كلهم حماس وحيوية ونشاط وخبرة في إجراء السيمينارات والدورات التدريبية. وإن شاء الله هي كانت هذه خطوة أولى، وإن شاء الله نوعد بلقاءات قادمة كثير وعدة سيمينارات، لأنه أنا مقتنع اقتناعا تاما بأنه هذه الجمعية إن شاء الله لها مستقبل باهر بإذن الله. وأنا سعيد جدا بالتعامل معها، وإن كانت لأول مرة، وإن شاء الله حيكون في لقاءات كثير قادمة، في دورات وسيمينارات قادمة كثير. ما فيني إلا أن أوجه تحية الشكر للرئيس وأعضاء هذه الجمعية فردا فردا، وألف شكر لكم.